سوقت شويه وجبت شويه حاجات من السوق، وهنشوفه مع بعض ونطلع اللي انا جبناه وهنعمله مع بعضنا دلوقتي. ونزلنا جبت شويه خضار وجبنا شويه جرجير زي ما انتم شايفين كده. شايفين الجرجير شكله جميل ازاي وطازه، شايفين كده، ولا دبلان ولا مصفر ولا اي حاجه، جميل ازاي ما شاء الله عليه يعني. وجبنا ايه كمان في الكيسه التانية، ده شويه دي كلها جرجير. ودي ايه، جبنا ايه خيار وجبنا طماطم وجبنا بنجر. كيلو ونص البنجر ب5 جنيه، كيلو ونص البنجر ب5 جنيه. والطماطم جبت كيلو وربع ب10 جنيه. ودي جبنا بقى ايه شويه سمك، وجبنا نص سردين حلو بيضة كده، نص كيلو من هنا ونص كيلو من هنا. السردين كان عامل 45، والمكاريل دوت او البلاميط عاملة بيضك ايه 45. جبت نص من ده ونص من ده. وجبت شوية خيار كده ايه بيضك، قلت عشان اعمل شوية سلطة، بدل ما اجيب كيلو مثلا حاجة واحدة جبت نوعين من السمك بنفس السعر، ده 45 وده 45. جبت نص كيلو سردين ونص كيلو ايه اللي هي البلاميطة او المكاريل اللي زي ما انت ايه بتسموها. وجبت بقى ايه نص كيلو اسمه ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو ايه الخيار، عشان خاطر نعمله في السلطة وهنغسله غسلة كويسة. انت لو وصلت معانا في فيديو حد كده دوسي اللايك الجميل بتاعك، واعملي اشتراك لو انت على اليوتيوب، لو انت على الفيس اعملي متابعة. ونصلي على سيدنا محمد، نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نغسل بس اهم حاجة الخيار كويس، عشان لو عيل مثلا جه مثلا من بره دخل لها حاجة قدامه هيمسك هياكل على طول، عشان عارف انت غسلاه وسايباه ايه. انا بغسله لما اكون جايبه كميه كبيره بغسله واحطه ايه على السفره كده ايه اللي رايح واللي جاي ياكل منه. وجبنا شويه البنجر دول، طبعا هعمل سلطه بنجر جميله كده مع السمك. قلت بدل ما اجيب كيلو سمك كان نفسي كانت رايحه للبلابيطه، قلت ايه هجيب نص من ده ونص من ده ونعمل الاتنين مع بعض زي ما انتم شايفين كده. طبعا بنغسله كويس عشان كله طينه، وفي سواد كده ايه مش حلوه، طينه مش حلوه كده. نغسله بس غسله كويسه عشان نتأكد من نظافته. نشيل بس الحاجات اللي هي ايه فيها شوايب دي، نشيل بس الراس بتاعته، عشان هنسلقه بمية وسكر. هتسلقيه ايه بمية وسكر. السكر ليه؟ عشان يسويه معاكي بسرعة وما ياخدش معاكي وقت زي ما انت شايفة كده. نغسل بقى مكاننا وننضف مكاننا كده ايه، عشان نجيب بيت الخضرة ونغسلها كويس عشان ننضف حاجتنا. طبعا هغسل كل حاجة قبل الزفارة، هغسل الجرجير واغسل الخضرة ونغسل البنجر قبل الزفارة، ونغسل الطماطم عشان لما نحط الزفارة ايه منوسخش ايدينا، تبقى في ايدينا فيها زفارة ونمسك بقى الخضرة ديت ايه ونوسخها ونبهدل الدنيا. صلاة على النبي كده. ايه بقى نجيب البنجر، حطينا شوية مية معلقة سكر، السكر عشان يسرع معاكي السوا بتاعه. هنجيب بقى شوية السردين اللي احنا جبناهم الحلوين دول. هو السردين غالي، ده فيه سردين ب65 جنيه، ده الوسط الصغير ب45 جنيه. مش عارفة الحاجة بقت غالية اوي الصراحة. واحد بيقول ايه الحمد لله ان هو قدر يجيب اي حاجة ولا يعني الحمد لله احنا نقدر نجيب يعني، الحمد لله في نعمة كبيرة احنا الحمد لله. جبنا نص بقى المكاريل ده او البلاميطة، احنا في اسكندرية بنقول عليها بلاميطة، معرفش عندكم بيقولوا عليها ايه. مكاريل هو اسمه مكاريل اللي بيقولوا عليه مكاريل. نقطع بقى ايه ننضف بقى ايه تنظيفة كويسة. انا هجيب بوردة واجيب على الرخامة كده ايه واقطع وانضف عشان هنظبطه. انا كانت نفسي كانت رايحاله او ما لقيت البلاميطه ديت عند راجل، نفسي راحت لها قلت ايه اجيب ايه نص كيلو كده على قدي وخلي عيالي ياكلوا منه بيضك ايه ويجربوا معايا. ماشي، انا بحبه مقلي ما بحبوش مشوي، عشان يبقى مشوي بيبقى زفر، بيبقى فيه زفاره كده. هو الراجل مش عارفه بقى، فانا ما بحبوش مشوي، بحبه مقلي. بحبه مقلي كده ايه ومقرمش كده ومع قرن فلفل كده وبطاطس بقى ورز، يعني ايه مية مية.
نمشي واحدة واحدة كده، نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. نفتح بقى بطن بقى ايه سمكة البلاميطة وننضفها. اهم حاجة تنضفيها كويس عشان بيبقى فيها حتة دم كده ايه في الشوك بتاعها. الشوك بتاعها قاسي شوية، يقطع كده عند راسها كده. بيتقرب بقى يعمل حاجته في بيته بقى، دي حاجة ايه حرية شخصية ليكي. انا بقى بنضف حاجتي في البيت، حتى سمك البولت الكبير بجيبه وانضفه في البيت، مش مستاهل يعني. نضف بقى كويس عشان في حتة دم كده تبقى داخلة جوه الشوك. نضف بس كويس كده ايه الجناب كده مية كده ايه ونظبطه. شايفين هقطعه كده حتت على حتت صغيرة، دي كده قطعته. هنظبطه بملح وشطة وكمون وايه وتومة. هنعمل له تومة كده، جبنا شوية توم، حط لها ملح شطة، قطع قرن فلفل كمان عشان يحبش معانا التحابيش دي. شطة وكمون معانا. بدك في ايه بس انا هاخد بس الحتة كده سادة من غير شطة وكمون عشان احطها للبنجر. خدت حتة تومة بالملح بس عشان البنجر، حطيت شطة وكمون وقلبتهم على بعض بدل ما هرسته، عشان نظبط بيه ايه تتبيلة المكال او البلاميطة. نحشيها بقى ايه بالتومة الحلوة كده. نسرع الفيديو شوية عشان وقتكم. صلى على سيدنا محمد ونحط اللايك. حطي لايك، حطي قلب، اللي يجي منك حلو. طبعا بتنجانية بقى ايه حطها تشوية على النار. جبت بتنجانتين عشان ايه بحب نحطها ايه نعملهم كده مشويين كده بالطحينة كده بقى غنوك كده، ونظبطها بقى ايه على مزاج المزاج. هنسمي الله. طبعا حطينا شوية زيت، نقلي بقى شوية فلفل كده ايه نطعم بيهم الزيت. لازم اي حاجة تبقى مقلية عندي لازم احط قرنين فلفل عشان اطعم بيهم الزيت زي ما انتم شايفين كده. هنعمل بقى ايه الاكل بتاعنا ونسمي الله ونذكر ربنا كتير. احنا بنعمله الاكل بتاعنا عشان خاطر كل حاجة يحصل فيها البركة كده ايه وتكفينا وتكفي عيالنا. طبعا الزيت بس بياخد طعم الفلفل عشان ايه تنزلي بقى السمك يبقى ياخد طعمه كده ايه يعني طعم الاكل يبقى فيه طعم كده حلو. لو انت تحبيش الفلفل الحامي ما تعملوش، عايزه فلفل بارد بيريحك. خلاص كده ايه شقوا كده ايه وشكشكوا على النار. هنطلعهم نزلوا بقى طعمهم كده في الزيت. الزيت كأن فيه عفريت بيطير. حتى شوية صغيرين على الطاسة بس هي ايه عشان مفرودة باين ان هو ايه حبة يعني. هما بطاطسيتين كده على النار عشان ما تزفرش الزيت. ونعمل بطاطس لازم الاول تعملي بطاطس كله في طاسة واحدة. انا حبة الزيت دول هعملهم كلهم في طاسة واحدة، مش هعمل طاسة بطاطس طاسة سمك لا. هعمل بطاطس الاول كله في طاسة واحدة ديت والحبة الزيت اللي انا حطيتهم دول. مش هزود زيت تاني، هما الزيت دوت وشكرا قوي الحمد لله على كده. زي ما انتم شايفين قطع بقى الخضرة قبل ما ايه البطاطس تتحمر. نعمل شوية السلطة الجميل بتاعنا. شوية الجرجير بتاع الشتا بقى ايه جميل. الجرجير بتاع الشتا دوت يعني ما شاء الله عليه. احنا كمان عندنا المكان اللي عندنا في ارض زراعية، يعني الحاجة بتجيلنا صريحة طازة. ودي بصل، قطع بصلاية حلوة كده حمرا. بصل الاحمر في السلطة لا يعلى عليه. نحب نكتر ايه البصل كده في السلطة ويدينا تطعيمة كده ايه مية مية. ماشي. صلاة على النبي السلام. نقطع ليمونة كده ايه نحطها. نقطع بصلاية تاني، نقطع واحدة واحدة حتة حتة كده ايه بصلاية بصلتين اللي انت عندك اعمليه. حطي بقى ايه على الجرجير ونجيب الطماطماية حلوة. بس نبص الاول ايه على البطاطس خلصتها. جبنا بقى ايه الماكريل هنحطه في الدقيق وهنحطه على النار. نحضر بس ايه عشان هما اصلا مش كتير يعني. هما الحبة اللي انا هعملهم دول هما سمكتين بس انا قطعتهم على كذا حتة عشان يكفوا ايه يكفوني ويكفوا العيال.
طاسة البطاطس اللي خلصتها اللي فيها هنحط بيضك نفس الطاسة. شفتوا بقى عشان اقول لكم بقى ايه، اعملي حاجتك الاول اللي هي ما تعملش زفرة في الاول، عشان بطاطس فلفل هتقلي بتنجان تقلي حاجة، يبقى تعملي كل حاجتك دي الاول. بعد كده خش بقى ايه على حاجة اللي فيها زفارة، عشان كده الزيت هيتزفر. مش هينفع بعد ما يتزفر تحطي بعده بطاطس، ما ينفعش. ماشي، صلوا على النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام. كده ايه هنسيبها تتحمر شوية، بس انت ما تسيش عليها عشان ما يغمقش منك ويسود. عايزونه ايه يبقى حلو كده، لونه بني كده، ايه المقرمش ده، لون البراميطة بقى وطعم البراميطة ما شاء الله عليها، جميلة جميلة جميلة. تقولوا عليها بقى عليه براميطة، تقولوا عليها ماكريل، اللي يريحكم. سمكية واحدة يعني، هي اسكندرية بيقولوا عليها ايه، براميطة. شايفين كده، قلب فيها كده واحدة واحدة تبينك عليها. طبعا حاطة البنجر على النار عشان ياخد سوا، ان هو طبعا بيبقى قاسي وناشف، لازم ياخد سوا ايه على الاقل من مهله. وحط معلقة السكر دي عشان تسرع معاكي عملية السوا. وطبعا البتنجان البابا غنوج على النار عشان يشوى على النار، تفتحيه، اهم حاجة تفتحي قلبه عشان ما يتنفخش منك ويفرقع. اهم حاجة تفتحي البتنجان البابا غنوج ده على النار، تفتحيه تشقيها نشقتين كده زي قرن فلفل بالظبط، مش تحطي فلفل على النار تشقيه عشان ما يتنفخش ويفرقع. زي ما انتم شايفين كده شكله جميل ازاي، ما شاء الله، ولحمته بيضة وجميلة. بصي يعني جربيه وهتعجبك جدا. ولو حاجة غالية عليكي هاتي نص زي ما انا جايبة كده، بتمن سمك كيلو انا جبت نص صيادين ونص بلاميطة، الاتنين عملوا معايا ايه نفس السعر كيلو. ماشي، نطلع بقى برا عشان نحضر نفسنا ايه للصيادين، نحمر في الصيادين. هنشوف بس بقى حاجة تانية ايه من الماكريل ده. نحط بيضك اول بلاميطة احطها على النار تاني، نحط بقى الصيادين. ما شاء الله جميل، وصدفته حلوة وبيلمع وجميل جدا. ما خدش معانا وقت، ان هو اصلا كمية مش كبيرة يعني، خدش معانا وقت، يا دوبك خلصت وعملت شوية الرز. جبت نص كيلو رز، عملتهم ايه على بالبصلة كده ايه وطعمتهم بيها. وما شاء الله الحاجة ايه ظبطت معانا، وكان غدانا الحمد لله كان حلو. والحاجة يعني ايه ما تجيبي كذا حاجة بكمية قليلة تبقى حاجة حلوة، ما تكوني حاطة قدامك كذا صنف، يبقى انت بدك ايه يعني جبنا الحاجة اللي نفسك فيها جبتيها. كل حاجة غالية وكل حاجة الدنيا صعبة على الكل. وشوية الزيت اللي بيتحطوا واحد بيقعد يقلي فيهم 50 مرة عشان خاطر ايه يوفر حبة الزيت اللي احنا هنحطها. زي ما انتوا شايفين كده، مش كل يوم ده الكنابيت، كل الواحد ما بيتقطعش من البيت الكنابيت بالذات. اسهل حاجة الكنابيت، جيبي كنابيت او اسلقيها على طول على النار وحمري واقلي. دلوقتي الكنابيت كله يا ايه يجيبلك طبيخ، يتعملك باللحمة مفرومة، يتعملك بانيه، بس هو بيشرب زيت، مشكلته ان هو بيشرب زيت. كده ايه طلعت بقى ايه البنجر من على النار عشان ايه احضره بقى، اعمل سلطة حلوة كده. تمام، موسم البنجر ما تستخسريش وجيبي موسم البنجر، اكلي العيال ايه حاجات فيها فوائد وتزود كرات الدم الحمراء ويمنع عنك الانيميا لانتي واولادك. اديها بقى دلوقتي الموسم بتاعه مال السوق، ومش غالي. كيلو ونص ب5 جنيه، كيلو ونص ب5 جنيه، يعني حاجة تكون رخيصة ومتوفرة عندك، ما تجيبهاش ليه. اعملي سلطة البنجر واولادك ياكلوا منها، وفي نسبة حديد حلوة قوي. جيبي لاولادك واكليهم اكل كويس في البيت، وسهل جدا وبسيط والله، مش صعب خالص. طبعا حياة التوم اللي احنا شلناها من البتاعة دي، وحبة الخل نقلبيهم على بعض، توم وخل. نحط بقى شوية مية البنجر اللي احنا سلقنا فيها البنجر، كوباية كده من اللي احنا سلقنا فيهم البنجر. نحط بقى البنجر اللي احنا قطعناه وقلبي كده
كده خلاص سلطة البنجر خلصت. وعصري بقى ليمونية كده عليها حلوة، ليمونة واحدة، واديها بقى ليمون عشان يثبت الحديد اللي فيه. بص البنجر موجود وياما في السوق ومش غالي، مش غالي. وادي كده السردين خلصته، شايفين كده. طبعا شوية السردين مع شوية البلاميطة مع شوية البطاطس، عادي هيخطف من هنا حبة وهنا حبة. وخلصنا كده الفيديو. شايفين كده السمك جميل ما شاء الله، والجرجير عليه كده ايه، شكله يفتح النفس كده ويقولك تعالي كليني. شكل البلاميطة الصراحة عايزة اكلها دلوقتي. والسردين عملناه، وادي البلاميطة خلاص كده خلصناها، وادي السردين عملناه زي ما انتم شايفين. وطبق السلطة الجميل، وطبقة الطحينة اللي هو غنوج احنا عملناها، كانت جميلة بيضك وتحفة. اعمليها بيضك واكلي ولادك بيضك بتنجان جميل جدا. وادي طبق السلطة الحلو اللي عملناه، واخدنا منه بيضك شوية خيار وقطعنا عليه الخيار. وطبق رز كده عملته، وطبق سلطة البنجر، وادي شوية البطاطس اللي احنا قليناها مع شوية الفلفل. وطبق بابا غنوج كده صغنن كده قسمته على 2. وادي الطبق الرز التاني. بسم الله ما شاء الله، الاكل كان يعني ما شاء الله يفتح النفس، وشكله كده ايه كأنك جايبة مكلفة بقى وصرف. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الحاجة بصي جميلة وما تبخليش وتجيبي. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو.